السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليه يا جماعة مجتمعنا دايما شايف المطلقات سواء راجل أو ست منبوذين كده من المجتمع؟ مش عارفة ليه بيحاسبوهم على حاجة هما ملهمش أي ذنب فيها، ولا بيدهم أي حاجة فيها، ودوت قضاء ربنا وقدره. بتلاقي ست متطلقة، ومع انها يعني اكيد حاولت مرة واتنين وتلاتة مع الزوج دوت عشان ما تتطلقش وحياتها تفضل مستقرة، ولكن للأسف قضاء وقدر ربنا، خلاص العيشة اتقطعت معاهم لغاية كده، وبتلاقيهم خلاص سابوا بعض. سواء بقى مثلا أسباب تافهة أو أسباب حقيقية جامدة لازم إن هما كانوا ينفصلوا، أيا كان الأسباب انفصلوا. بتلاقي نظرة المجتمع ليهم غير سوية بالمرة. ولو واحد حب واحدة وأعجب بيها وبتربيتها وبشخصيتها وبكل حاجة فيها، يروح يفاتح أهله في موضوع إن هي مطلقة، تلاقي يعني خناقات ومناشدات واقناعات منه ان هو بيقنعهم بيها، وهم دايما بيشوفوا المطلقة ديت مش كويسة، مش عارفة ليه، او فاشلة في حياتها. ممكن يكون العكس، الراجل مثلا دوت هو اللي كان فاشل مثلا ومعرفش يتأقلم معاها، او ممكن تكون هي معرفتش تعيش معاه. مش شرط ان المطلقات سواء على فكرة راجل او ست يبقى في حد منهم مش حلو. ممكن هما الاتنين يبقوا كويسين بس مش عارفين يتأقلموا مع بعض، محترمين وكل حاجة هما الاتنين، بس حياتهم مش متفقة مع بعض. هي بتبقى كده تركيبتهم مش مناسبة بعض. بتلاقي ظلم باين جدا من المجتمع ليهم. ودايما اي ابنها يجي يقول لها انا هتجوز واحدة مطلقة، بتعترض من غير ما تشوفها ومن غير ما تعرف اي تفاصيل عنها ومن غير ما تشوف اهلها ومن غير اي حاجة، بترفض لمجرد ان هي مطلقة. وفي حين اللي هو ممكن يكون هو مطلق وعنده مثلا اولاد او اي حاجة، بس تقول لك لا مطلقة، لا طالما يا ابني ما عاشتش مع اللي قبلك مش هتعيش معاك، دي ست ما بتعمرش. لا مش شرط خالص على فكرة، مش شرط ان هي تكون ست ما بتعمرش، شرط ان هي تكون بنت ناس ومؤدبة وتصون ابنك وتصون بيته في غيابه وفي وجوده. وبيبقوا والله العظيم مظلومين جدا جدا في حياتهم. وبرضك في حين ان الزوج المطلق دوت لما بيروح برضك يتقدم لواحدة ممكن تكون مطلقة او ارملة، بيترفض برضو على فكرة. يعني الفكرة في مجتمعنا للاتنين، للراجل وللست بيرفضوا الاتنين. تقول لها لا ده مطلق، الله اعلم هو ساب مراته ليه. لا احنا مالنا، ما تاخديش واحد مطلق يا ماما، طب ما انا مطلقة عادي وهو كويسة وبنتك ومحترمة ومتربية. تقول لها لا هو الله اعلم بيه. فدايما بتلاقي اني مرفوضين ومنبوذين كده من المجتمع، ودايما بيبصوا لهم نظرة مش بفهمها بصراحة. بيحسسونا ان هم حاجة شاذة في المجتمع، مع ان هي بيبقى غصب عنهم وقدر ربنا وقدره على كده، انتهت العيشة ما بينهم. وبتكون مثلا الست ديت عندها اولاد، تنزل تشتغل عشان تصرف على اولادها، يفضلوا بقى دي بصي جايه متاخر، دي بصي مش عارف ايه، دي بصي يا اختي بتسيب ابنها طول اليوم في البيت. طب ما الله اعلم بظروف الناس يا جماعه. ما ينفعش نفضل نحكم على الناس كده غيابيا. والبيوت والله العظيم فيها دايما اللي مكفيها. الباب ده يا جماعه شايل بلاوي مفيش حد يعلمها الا ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش نظلم حد، بلاش نتهم المطلقة ديت على انها والعياذ بالله حاجة وحشة، او الراجل المطلق دوت على اساس اللي هو راجل وحش. لا بالعكس، ممكن يكون هو حاول مرة واتنين وتلاتة عشان يكمل العيشة، بس هو نصيب لغاية هنا. وهي كذلك ممكن تكون حاولت كتير جدا والعيشة اتقطعت لغاية هنا. ففي اخر الفيديو بتاعنا عايزة اقول لكم المطلقات والله العظيم ناس زي الفل، وزي وزيك وزي الفل. وبس هي بتبقى اختلاف في الدماغ. ممكن يكون جوزها بيضربها،
ممكن تكون هي برضك دماغها ناشفة مثلا معاه ومش عايز تسمع كلامه. المهم أي حاجة، المهم بيختلفوا عليها بتوصل في الآخر لطلاق. مش معنى كده إن هي وحشة أو إن هو وحش، لأ. ما نحكمش على حد يا جماعة من غير ما نعرف التفاصيل. من يعني نخش في الموضوع الأول وبعدين نحكم نوافق ولا نرفض. ما ناخدش البرواز فقط إن هي مطلقة، لأ ابعد. فاهمين؟ فيا ريت تكون الرسالة وصلت النهارده. ما نظلمش حد وما نجيش على حد وما نكسرش بخاطر حد. خصوصا الست لما بتبقى مطلقة كمان بيجرحوها كتير جدا عن الراجل كمان. يعني ساعات في بيوت كتير بتقبل بالراجل، ومثلا بتبقى كبيرة في السن وتقبل مثلا بمطلق او مع ابن او اي حاجة. بيقبلوا بالرجالة المطلقة كتير، لكن قليل قوي لما بلاقي يقبلوا بالست المطلقة. مش عارفة ليه، مع انها ممكن والله العظيم تبقى اجدع مني ومنك ومن اي واحدة عايشة عيشة ذل ومهانة عشان بس الاسم ان انا ما بقاش مطلقة. ممكن تكون هي عندها الشجاعة ان هي قدرت تعيش مطلقة احسن ما تعيش مذلولة. فاهمين انا اقصد ايه؟ فدي بتبقى شجاعة منها على فكرة، مش ضعف ولا ان انتوا تتكلموا عليها ولا الكلام ده كله. يا ريت نحترم بعض ونحترم خصوصية بعض ونعيش في سلام شوية، ونبطل نحقد على بعض، ونبطل كل واحد يحاسب للتاني. لو كل واحد شاف نفسه من جواها وعامل ايه، والله العظيم هيتكسف من نفسه وعمره ما هيقدر ابدا يعاتب حد او يلوم حد على حاجة هو اصلا ملوش فيها. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.